تخيل أن حياتك تتغير في لحظة واحدة، تختطف، تتعرض لأبشع أنواع الظلم، ثم تعود لتنتقم بنفسك من كل من آذاك. في قصة مثيرة ومرعبة، فاطمة تحولت من ضحية إلى قاتلة تلاحق كل من أساء إليها. هل كان انتقامها مبررا أم أنها غرقت في وحل الجريمة؟ قصة لن تتوقع أحداثها. تابعوا معنا واكتشفوا التفاصيل. إن كنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه في التعليقات. في أحد أيام أكتوبر 2004 كان الشاب المغربي مراد يقضي يومه بهدوء مع عائلته في منزلهم الواقع على أطراف العاصمة الرباط، حين ظهرت شابة غريبة على باب المنزل وطلبت التحدث معه. تحدث مراد مع الشابة لبضع دقائق، وكان يبدو عليه